مساء الخير، فيديو جديد بلوري كلير ومراجعة انمي يوجي، وهنتكلم هنا عن الحلقة التانية من سيزون 1 بعد ما اتكلمنا قبل كده عن سيزون 0. يلا نبتدي على طول بالحلقة التانية اللي اسمها بالانجليزي The Gauntlet is Thrown او الجوانتي اترمى لك، وبالياباني اسمها The Trap of Illusionist Faceless Mage او فخ الساحر اللي من غير وش اللي بيعمل illusion، حاجة كده يعني. ما علينا، قبل ما نبتدي يا ريت لو الفيديو عجبك والسلسله عجباك تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو على اليوتيوب والفيسبوك، وتتابع برضو سلسله قصص يوجي، وتكتب لو عندك فكره تحب نتكلم فيها. بنبتدي الحلقه بان جوي وتيا بيلعبوا بعض وبيلعبوا كروت ضعيفه جدا وقاعدين بقى بيتسلوا وبينبسطوا، وتيا بتشرح بقى شويه في اللعبه، وطبعا تيا بتكسب. فجوي متضايق، يوجي بيقول له يا ابني ايه اللي انت بتعمله، وريني الديك بتاعتك اشوفها. فعمال يقلب بيقول له ايه اللي انت عامله ده يا ابني، ده انت جايبها منين، كل اللي عندك كروت وحوش. فجوي بقى مبسوط قوي، بيقول له ده انا جمعت اقوى الوحوش اللي موجوده. فبيقول له يا حبيبي ما ينفعش الكلام ده، لازم الديك يبقى فيه بقى كروت فخ وسحر ووحوش عشان تعرف تلعب. هنا بيقول له تعالى هوديك عند المحل بتاع جدي برضو عشان ايه تعرف تجيب كروت كويسه. هنا بقى ناخد بالنا من ايه، ان الحلقه الاولى اللي موجوده قبل كده كانت هدفها ان هي تجمع لك اللي حصل في سيزون 0. هنا بقى هو بيحاول يعمل الحلقه الثانيه برضو كانها من الصفر، فبرضو اتنين بيلعبوا وبرضو بيشرحوا اللعبه وبرضو هيروحوا المحل جده عشان يشوف الكروت. فاهمين الحركه يعني. وبيروحوا بعد كده اللي هو اسمه ذا كيم جيم، ومعناها سلحفه، نلاقي شكل سلحفه بس هنلاقي في الانجليزي ان الكلمه اللي مكتوبه اتمسحت. اوكي، بعد كده لما نخش جوه هنلاقي فيه بوستر متعلق وجدي يوجي واقف قدامه، والبوستر ده عليه بلاك لاستر سولجر والبيت بتاع هاربيز بيت. بس في النسخه الياباني كان فيه اتنين تانيين، سيلتيك جارديان وهيركليز بيتل. وفي الياباني كمان البوستر اللي متعلق ده مكتوب عليه كلام متشال في الانجليزي ان ده اعلان للبطوله الجايه للدول مونسترز اللي جايزتها 3 مليون ين. بعد كده بيبان لنا ان يوجي بيقول له يدرب جوي، فجوي بيقول له اللعبه سهله، جده بيقول له لا دي اللعبه معقده جدا ومحتاجه منك تدريب كبير. جوي بيقول له ليه يعني، ما عادي. فخلاص جده بيقول له مش هدربك. يوجي بيفكر يقول له انت خسرت 5 مرات ورا بعض، ما تلم نفسك شويه. فجوي بيبيج بقى ارجوك لا علمني وكده. في الياباني جوي بيشوف البوستر اللي موجود فبيقول ان هو ممكن يكسب البطوله دي. فجد يوجي بيقول له انت لو فاكر ان انت هتكسب انت واهم، طبعا مفيش الكلام ده. فهنا بقى جوي بيقع على رجله على الارض بيبيج وبيقول له لا ارجوك وعلمني. كيد يوجي بيقول له المفروض ما يكونش بيعمل كده عشان يكسب، المفروض يبقى فاهم الهارت اوف ذا كارد او يتعلم قلب الورق بس. والمشهد بقى بيخلص على كده. وبنشوف بعد كده المشهد اللي بعده في النهائيات بين ويفل اندروود. وويفل على فكره يا جماعه يعني سوسه الفاكهه، ده شكلها ده ويفل واندروود بقى تحت الخشب، فاهمين الحركه. بس اسم الراجل في الحقيقي في الياباني يعني انسكتور هاجا، جايه من انسكت برضو. اوكي، بس هما بالانجليزي بقى عملوها كده بان لطيفه. والتاني ريكس رابتر اللي هو الراجل اللي ضده اللي احنا عارفينه ريكس، اللي هو اسمه ديناصور ريوزاكي بالياباني. وبيقول لنا هنا ان ويفل عنده 14 سنه وريكس عنده 15 سنه، ده بالياباني طبعا، ما سمعناش الكلام ده في الانجليزي عشان نعرف هم عندهم كام سنه. بعد كده فضلوا يتفرجوا على الماتش، جوي حاسس ان اللي بيحصل صعب والماتش صعب وتدريبات الجد صعبه، وبعدين قاعدين بقى بيتكلموا عن ازاي ان هو محتاج يتدرب اكتر، كلام عام يعني ما فيهوش اي حاجه. بعد كده الجد بيخش، وفي الياباني جد يوجي بيقول له انت سمعت اسمك، فجوي متضايق بيقول له لا، بيقول له كده كده انا حاسس ان الموضوع كان صعب عليك. وبالياباني كان بيقول له ما تخيلش يعني ان واحد زيك هيكسب او هيخش النهائيات كده كده يعني. فجوي بيقعد متضايق. بيمسك بعد كده الباكج اللي في ايده ده، الصندوق اللي في ايده، جد يوجي بيديها فبتبقى مبعوثه ليوجي، فبيستغربوا ليه حاجه زي كده مبعوثه ليوجي. وبعدين بيقولوا ممكن عشان كسب كايبا، بس ده ما كانش ماتش رسمي كده كده عشان هو يطلع كايبا عشان يوجي كسبه وقتها. في الياباني تيا بتسال يوجي انت ليه ما دخلتش البطوله، فهو قال لها انا قررت ان انا ما اخشش البطوله دي الا لو في حد معين هناك. فبتقول له كايبا، بيقول لها انا عايز اكسبه بقى فير اند سكوير في ماتش، عايز اكسبه في بطوله رسميه، ساعتها بس ممكن اخش البطوله. تريستان بعد كده بيقول ان ايه ده يا جماعه يعني ركزوا في الماتش، فبيبصوا بيلاقوا الاثنين لسه بيلعبوا والماتش بقى حاد كده وحامي. ريكس عنده الوحش القوي اللي هو بتاعه 1600 اتاك، وويفل عنده انسكت صغيره كده هجومها 500. فريكس بيهاجم، ويفل بيشغل الكارت بتاعه، الكارت التراب بتاعه اللي احنا شايفين برضو شكله بقى عامل ازاي، شكله اتغير شويه بس مش قوي. وبعد كده بيعمل ابجريد بتاعه بالليزر كانون على الانسكت بتاعته وبيهاجم.
وبيكسب البطوله وبيكسب الماتش والحاجات دي كلها زي ما احنا عارفين. بعد كده بيجاسوس بيطلع يسلمه الكاس ويقول له انت كسبت، وبيقول له كمان ان هو انفايتد يلعب في البطوله بقى الكبيره اللي هو عاملها، اللي لسه يوجي هيروحها كمان شويه زي ما احنا عارفين. هنا كمان بيبان لنا ان بيجاسوس مستني ان اي حد من اللي بيلعبوا يكون معاه حاجه من الميلينيوم ايتمز، وبيقول ان مفيش ولا حد من اللي شافهم لغايه دلوقتي جذب انتباهه. وبعدين بيقول الحاجه وصلت ليوجي، قال له اه الحاجه وصلت له تمام. بعد كده بقى بنجيب يوجي هو بيفتح البوكس، بيلاقي الجوانتي وبيلاقي الشريط الفيديو، وبيلاقي طبعا معاه نجمتين. بيشغل الشريط بيلاقي بيقول له ان هو شايف اللي حصل وان هو متعجب او مبسوط من اللي حصل بينه وبين كايبا، وبيقول له يلا نلعب دلوقتي لمده 15 دقيقه، ولو الوقت خلص ال 15 دقيقه خلصوا، اللي عنده نقط لايف بوينتس اكتر هو اللي هيكسب. هنا طبعا قالوا ايه العبط ده، وجوي قال ما ينفعش هتلعب ازاي يعني شريط فيديو. فهنا بقى بيجاسوس ضحك وقال له لا اتس ماجيك، ده سحر عادي، وراح دخله جوه الشادو ريلم اللي احنا عارفينه، وكل الناس اللي حوالين يوجي اتجمدوا. فقال له بعد ما يكسب بقى وبعد ما الماتش يخلص هيعرف يرجع لهم تاني. فيوجي قال له يا سلام ماشي، وراح متحول ليامي زي ما بيعمل كل مره. في النسخه الياباني يوجي بيسال بيقول هو ده دارك جيم اللي هو الشادو جيم يعني زي ما بيترجموها بعد كده. وبعد كده راح هو بقى عمل سويتش وتحول ليامي يوجي اللي احنا عارفين. بيجاسوس بيبتدي يلعب، بيقول انا هلعب الاول، بيحط كارت مقلوب، بيجي الدور على يوجي. قبل ما يلعب بيجاسوس بيقول له انت مش هتعرف تكسب حد بكارت التنين اللي معاك ده. فيوجي بيبتدي يستغرب بقى اللي هو عارف منين اصلا ان ده كارت تنين، وباين في ايده ان هو الكوموري دراجون اللي هو هجومه 1500. ساعتها قال له انا عارف اللي انت هتلعبه قبل ما تلعبه، وشغلوا كارت تراب اللي هو دراجون كابتشر جور. ساعتها بيجاسوس بيقول ليوجي ان اللي هم فيه ده اسمه الشادو ريلم زي ما قلنا، او عالم الظلال. وساعتها بيساله بيقول له انت ايه رايك، هل في سحر موجود في الورق؟ فيجي بيقول له انت اللي عملت اللعبه، انت اللي عارف. قال له انا ما عملتهاش، اللعبه دي موجوده من زمان في انيشنت ايجيبت، موجوده في مصر القديمه من زمان. وفي النسخه الامريكي حاطين هرم كده ورا بيجاسوس عشان يقول لك ايجيبت، يعني يفهمك ان دي ايجيبت. مش عارف ايه ده. وبعد كده بيقول له ان الفراعنه زمان كانوا بيلعبوا نفس اللعبه بس مش بكروت، بوحوش حقيقيه، وان هم كانوا بيدمروا بعض. فيجي بيقول له ها حاجه لطيفه، بس الوحوش دي ما ينفعش تبقى حقيقيه، وكده بيسخفوا يعني. في النسخه الياباني يوجي بيقول ان الدراجون كابتشر جار ده مكتفه جامد، حتى كارت كايبا اللي هو بلو ايز والدراجون مش عارف يعمل حاجه قدامه. بيجاسوس بيقول له اللعبه دي بتتطور كل يوم، وقعد برضه يكمل له شرح ان ازاي اللعبه دي كانت بتتلعب من زمان وكده. وبعد كده يوجي هيلعب كارت تاني، فتاني بيجاسوس عارف ان هو السيلفر فانج اللي هو البيست بتاعه ده اللي شبه الذئب. هو ده بقى نفس الموضوع بين الياباني والانجليزي، ده بيتكلم في حاجه وده بيتكلم في حاجه تانية خالص. المهم بيجاسوس بيلعب دراجون بايبر اللي هجومه 200 اللي هو الوحش ده، اللي المفروض في الانمي الافكت بتاعه ان هو لما لعبه دمر الدراجون كابتشر جار وخد التنين يسيطر عليه. بس الحقيقه ان هو المفروض بيدمر دراجون كابتشر جار وبيحول التنانين اللي موجوده على الارض للاتاك. ده الافكت الطبيعي. طبعا في الاول بقى كانت كل الافكتس مضروبه، لسه ما كانوش فاهمين اللعبه قوي عامله ازاي. بيكملوا لعب وسيلفر فانج والتاني التنين بيهاجم عليه ونقط يوجي بتنقص. بعد كده بقى بيجاسوس بيقول له ان الوحوش دي حقيقيه، وبيقول له يوجي بوي اللي هو بيقولها له دي يو ديدت كايبا بوي. بيقعد يتكلم، هما مزودين الاكسنت بتاعته شويه وهو بيتكلم في النسخه الامريكي. وبيقول له ان هو مش مقدر قيمه الميلينيوم بازل اللي معاه. الميلينيوم بازل اللي معاه دي فيها قوه كبيره قوي، وبيتكلم ان في سحر موجود في الميلينيوم بازل ده والايتمز كلها عموما من 5000 سنه موجود. فيجي بيقول له هو انت بتحكي لي الكلام ده كله ليه؟ فبيجاسوس ما بيردش عليه، بيحط كارت مقلوب وبيقول له خلي بالك الوقت بيخلص. هنا بقى بنشوف دايما ان في النسخه الامريكي بيقعدوا يزودوا كده حاجات وميلينيوم ايتمز طايره في الهواء وكده. في النسخه الياباني ما كانش موجود الكلام ده. المهم بيجاسوس بيقول له ان هو هيشارك في البطوله. فيوجي قال له يا عم مش عايز اشارك في البطوله انا حر. قال له لا طالما انت كده كده مش تكسب نو واي انك تعرف تطلع من البطوله دي، انت كده كده جاي. هنا بقى يوجي بيستغرب بيقول هو ازاي بيجاسوس بيعرف في الكروت اللي انا هلعبها، هو بيعرف يقرا افكاري ولا ايه؟ بيبان هنا بقى بيجاسوس بيعمل كده وبيشيل العين بتاعته بتاعت الميلينيوم بازل وبتلمع كده. فيوجي بيفكر ان اكيد ده ليه علاقه بالميلينيوم اي اللي هو بازل ايه، لا الميلينيوم اي. فهنا بيجاسوس بيعمل كده وبيشيل بقى شعره، بيبان الميلينيوم اي. يوجي بيقول اكيد هي ليها علاقه بالبتاع اللي على راسه ده، بالعين الغريبه اللي موجوده دي. في اليابان يوجي بيقول دي حاجه غريبه، يا ترى هو انا اخترت الكارت وهو شافه ولا هو اللي اوحالي، يعني حط الفكره في دماغي ان انا اللي اختار الكارت ده عشان العبه. وعمل بقى حركه غريبه اللي احنا عارفينها، سحب كارت وحطه من غير ما يبص، ما يعرفش هو ايه، اللي هو ممكن يبقى كارت فخ مثلا حطه في الدفاع، او كارت وحش حطه مكان ما تفهمش. هو المهم عمل كده، قال لك طالما انا ما اعرفش ايه الكارت هو كمان مش هيعرف. مش فاهم ايه ده بالظبط.
هنا بيجاسس قال له انا عارف انك هتلعب زومبي وورير على فكره، وشغله كده تراب كارد بيدمر الزومبي. فيوجي قال له ها انا اصلا كنتش اعرف ايه ده اساسا، وعمله طلع دارك ماجيشن اللي هجومه 2500. في الياباني قال له انا ههاجم على التنين بتاع يوجي اللي هو تسيطر عليه. فبيجاسس قال له ما تهاجم يا حبيبي على البايبر، ما هجومه 200 وهتكسب من اول اتاك. فيوجي قال له لا انا ماليش دعوه، انا ما ينفعش اكسب والتنين بتاعي عندك، انا لازم يبقى التنين بتاعي عندنا عشان اكسب، ما يصحش، ما مش فاهم ايه اللعبه دي. وساعتها بيجاسس ضحك وقال له انت يا ابني ايه اللي بتعمله ده، خلاص انا كده كده ضمنت ان انا هكسب. وسحب بعد كده الوحش بتاع الالوجن الساحر ابو من غير وش خالص ده، ما عندوش وش خالص، اللي بيقعد يعمل كده اهو. هنا بيجاسس بيلعب كارت سحر على الالوجن بتاعه، بيمنع دارك ماجيشن ان هو يهاجم. ده الافكت بتاعه تقريبا، مش فاهم ايه الافكت ده، بس هو لما بيلعب ده على ده بيخلي دارك ماجيشن ما يهاجمش. ناقص 5 دقايق والماتش يخلص، ويوجي متقدم ب 300 نقطة على بيجاسس. ما تفهمش ايه اللي حصل بقى ولا ليه اساسا راح يوجي لعب سيلتك جارديان في الاتاك هجومه 1400. مش فاهم ليه بصراحة، ما عنده دارك ماجيشن ما يحطه في الدفاع ولا اي حاجة. راح التاني برضو يتحكم في دارك ماجيشن وخده وهجم على سيلتك جارديان، بقى ناقص له 400 نقطة بس يا عيني. فطبعا كده بيجاسس بقت نقطه اكتر، ما بيعرفوش يحولوا وحوش للدفاع تقريبا، مش فاهم بيعملوا ايه. المهم يعني بيجاسس بيحط كارت مقلوب، يوجي بيسحب ساموند سكال. فساموند سكال هجومه 2500 ممكن يهاجم ويكسب، ناقص 9 ثواني. بينزل ساموند سكال وجاي يهاجم، راح الوقت خلص طبعا وبيجاسس كسب الماتش. فالمهم بقى بيجاسس قال له معلش المره الجايه وانت كويس وشاطر بس اشتغل على نفسك. يوجي قال له انا مش عايز العب معاك، ايه الرخامه دي، انا ابويا قال لي ما تلعبش مع الناس الرخمه. فقال له لا هتلعب معايا، ولا انا هوريك بقى قدره الميلينيوم اي الحقيقيه. وراح عمل كده اهو، برده طلعت بولت كده، حاجه طلعت من الشاشه، راحت خدت جد يوجي ودخلته كارت، وراح مسك له الكارت وعمل له كده بس، وقال له بقى ايه باي باي ايه كمبوره، وراح سابه ومشي. فيوجي بقى مش فاهم ايه اللي حصل، قعد اصحى يا جدو اصحى يا جدو، جدو ما بيصحاش. بس كده دي كانت الحلقه الثانيه. سريعا احنا ممكن نتكلم عن المانجا اللي اتكلمت عن نفس الموضوع ده. المانجا بقى اللي اتكلمت عن كده تقريبا بتبتدي بميكس من حاجات كتيره. يعني بتبتدي الاول بالماتش بتاع جوي وتايا وهما بيلعبوا زي اول الحلقه دي، الكلام اللي بينهم ونفس الكلام بتاع يوجي يلا نروح لجدي. راح لجده، اول ما راح لجده على طول بقى مفيش كل الحاجات اللي حصلت في الحلقه، جاب له البوكس وقال له ده في بوكس هنا جالك يا يوجي. ايه البوكس ده مش عارفين، هنشوف دلوقتي. بعد كده فتحوا التلفزيون لقوا ويفل بيلاعب ريكس زي ما قلنا، وويفل كسب برضه. وبرضه بيجاسس قال له ويفل ابقى تعالى واحضر معانا البطوله الجايه، قال له ماشي من عينيا الاثنين. فتحوا برضو البوكس لقوا نفس الحاجه، النجمتين والجوانتي وشريط الكاسيت الفيديو ده. ولقوا على طول بيجاسس بيقول له يلا هنلعب على طول كده، ما فيش بقى الحاجات المقدمات الكتيره اللي حصلت في الحلقه. وبدا الاثنين يلعبوا مع بعض، وده اول شابتر في المانجا على طول كده، احنا لسه ما بداناش وشابتر خلص. محتاجين بس نقول ان اول شابتر اسمه دول 1 تشالنج التحدي. في دول 2 اللي احنا بنبتدي فيها او شابتر 2 ما بيسموها بالدول، اسمها دونت درو ذات كارد، ما تسحبش الكارت ده. بنبتدي برضو هنا بنكمل الماتش، يومي يوجي بيلعب بيجاسس، وفي الدراجون كابتشر جار اللي كان موجود، وفي بيبي دراجون هنا ما كانش ظاهر في الحلقه اعتقد، بس برضو دراجون كابتشر جار اللي احنا عارفين بيخليه يتحول للدفاع، وهنا بقى مش عارف بيحجمه، والسيلفر فانج زي ما قلنا هو بالظبط. ونفس الكلام البايبر سيطر على التنين بتاع يوجي، ونفس الكلام اللي حصل، مع ان بس الفرق ان في شويه وحوش بيتلعبوا زياده ما جوش قبل كده، زي الجريت وايت اللي هو الشارك اللي طالع هجوم 1600 ده، وفي التاني لعب مش عارف ايه اوسيليو هيرو 2 هجومه 1000. وحوش كتير عماله تتلعب اكتر من اللي اتلعبت في الماتش بتاع الانمي. هنا بقى حاجه جميله قوي مختلفه عن الانمي عموما، ان هو برضو بيجاسس بيعرف يوجي هيلعب ايه. فراح يوجي حط كارت مقلوب وقال لهم للثلاثه اللي حواليه، الثلاثه طبعا ما دخلوش في الشادو ريلم زي ما حصل في المانجا في الانمي سوري. فبيقول لهم يا جماعه هو انا لعبت ايه. هنا بقى جد يوجي قال له انا حاسس ان هو سكال. قال له الاول احنا مش عارفين يعني هنعرف منين، وبعدين جربوا قال له انا حاسه سكال، وتي قال سكيلتون، وجوي قال وورير. فبيقول انا كنت صح، في 2 خمنوا ان هو زومبي اوت اوف 3، في 2 من 3 خمنوا ان هو زومبي، وواضح ان انا معايا حق، دي مش صدفه، انا عرفت دلوقتي انت بتعرف الكروت بتاعتي ازاي. فقال له بقى ازاي، قال له هو بيستخدم السبليمينال مسجز او الرسائل الخفيه للعقل الباطن، بيحط لهم في الشريط الفيديو ده صور كده لكروت بتظهر له، فتخش جوه عقلك ما تلحقش عقلك يعني الكونشس مايند يبروسس يفهم هي ايه، بس بتخش جواك على طول، فبتديك زي ايحاءات او سجستشنز تمشي وراها.
طبعا ده اساس ان هو كان عارف هيصحى بيه اساسا، فهي حاجه ميزد اب. وانا مش عارف هو هنا ليه مش عايز يطلعوا ان في سحر. يعني في التاني قال لك هو سحر وخلاص، هنا لا، قال له لا ده في رسائل خفيه وسبليمينال مسجز والكلام ده. وطبعا طلع نفس الكلام، مش السكيلتون، طلع دارك ماجيشن زي ما قلنا. ويوجي قال له انا عارف ان انت نصاب وحرامي وكده. فبعد كده ايه، قبل ما يكمل شتيمه راح الدول دي خلصت او الشابتر خلص وهو لسه بيقول له انت نصاب وحرامي وكذا، فقفل على الكذا دي على طول. ودخلنا على دول 3 اسمها كاونت داون او العد التنازلي. بنكمل الماتش اللي شغال، وهنا بس بنشوف حاجه مهمه، ان دارك ماجيشن لما طلع هنا ده شكله في الكروت. دارك ماجيشن ليه كذا ارت، المفروض يكون فيديو دارك ماجيشن نزل، بس ده الارت بتاعه في واحد من الوحود وهو عامل كده وبيمنع طاقيته ان هي تقع تقريبا. وجايب لك بعد كده بقى نفس الماتش مكمل، وبرده لعب له الفيسلس ميج الوحش بتاعه ده اللي منعه ان هو يهاجم. وهنا حط بقى حاجه ملهاش اي معنى في اللعبه خالص، ان في انواع من السحر، وحاطط لك بقى ان في بلاك ماجيك، وايت ماجيك، ديمونز اند ديفلز، والوجنست. يعني معرفش ده ايه اساسا، بس واضح ان دي كانت حاجه كانت هتبقى موجوده ولغوها بعد كده لان هي مش موجوده خالص. بس يا سيدي بعد كده لعب برضو كارت السحر نفس الكلام، وسيطر على دارك ماجيشن وخلاه يهاجم. الوقت بيخلص، لعب سيلت الجارديان نفس الكلام بالظبط. في الاخر سيطر على دارك ماجيشن وخلاه يهاجمه ويدمر الوحش عادي، نفس الكلام ما حصلش اي فرق. وبرضو سامد سكال، والوقت خلص قبل ما يوجي يكسب. يعني يوجي كان معاه سامد سكال وكان هيكسب على طول، راح الوقت خلص. بعد كده بقى بيجس قال له انت طلع عندك تالنت فعلا، انت طلعت شطوره شطوره يا يوجي شطوره، عشان كده انا اعتقد ان انا هلعبك بقى ايه لما تجيلنا البطوله ان شاء الله. وقال له بقى ده وقت البينالتي جيم، انت مش خسرت. راح كوف طلع بقى منه البتاع اللي خد جد يوجي حطه في كارت، وقال له ده الباور يا ابني اوف الميلينيوم اي، هي دي عين الالفيه بتعمل الحاجات دي كلها ما تستغربش. بعد كده راحت الشاشه كده اتهزت، وراح يوي شاف جده بقى موجود جوه الشاشه، احنا مش فاهمين ايه ده بالظبط. قال له ايه ده، جدي طلع في التلفزيون يا فرحتك يا جدو، حاجه كده. وراحت ايه، الحلقه خلصت او الشابتر ده خلص. احنا ممكن نقف هنا لان هنا دي كانت نهايه الحاجه اللي حصلت في الحلقه. بس كده، ده كان الفيديو. اتكلمنا عن الحلقه ياباني وانجليزي، واتكلمنا عن المانجا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لاي حد ممكن يهتم بيه، وشير للفيديو لاي حد ممكن يكون مهتم بيه على الفيسبوك واليوتيوب. شكرا جدا.